بتجاوز كمان تعقيبا لكلام الدكتور أستاذي. الموضوع كمان تجاوز موضوع غناء فقط، ده اتجه دلوقتي للسينما. يعني احنا بنشوف دلوقتي مشاهد مبتذلة، مشاهد إباحية، زي ما بنشوف كلام إباحي مش مظبوط. ما ينفعش إن أنا أسمع الكلام دوت. لما يكون النشء الصغير، الناس اللي هي لسه طالعة على الدنيا 12 13 سنة، يسمع مثل هذه المصطلحات والمفردات السيئة القبيحة، دي تبقى مؤثرة للناس. يعني الجيل اللي طالع يطلع على يعني انحلال، يبقى يعني مش على خلق. واحنا عايزين نطلع النشء. يعني زي ما حضرتك قلت تعقيبا لكلامك، حضرتك قلت حتة مهمة قوي، ان الناس بقى عندها نوع من التوتر. يعني ما بالك من الفضائيات اللي هي كل شوية بتتكلم عن الثورة والحاجات. ما بالك بقى الاغنيات كمان بتكمل. فالمواطن المصري بقى مخنوق، على وشك الانفجار، بقى مخنوق، لازم نرفع والسندال يعني. يعني انا يا فندم عملت اغنيه، لما لقيت كل واحد بيطلع ده يقول لك ايه، انا ليبرالي، واحد تاني يقول لك انا من حزب الوسط، مع احترامي طبعا لجميع الاحزاب على راسي من فوق. واحد يقول لك انا اخواني، واحد يقول لك انا نصراني، واحد يقول لك انا ناصري حمديني، واحد يقول لك انا ناصري. فانا حاولت اجمع الموضوع ده كله، وده بيقول وده بيقول وده بيقول، وعملت اغنيه اسمها كلنا مصريين. يعني اتمنى ان انا اقول لسيادتك. اتفضل بكل سرور نسمعها. ده بيقول ليبرالي، وده بيقول علماني، ده بيقول ليبرالي، وده بيقول علماني، وده بيقول نصراني، وده بيقول إخواني، وأنا بقول ياني كلنا مصريين. ده بيقول تحريري، وده بيقول إبريلي، وده بيقول حمديني، وده بيقول احميني، وانا بقول على عيني فرقنا يا مصريين. ده مين ده اللي شايل قلبه، شايل قلبه شايل منها؟ ده مين ده اللي قلبه يطوع، قلبه يطوع ويبعد عنها؟ ده مين ده اللي يقدر يبعد يوم عن مصر؟ ده مين ده اللي يبعد عنها ويشمت فيها؟ ده مين ده اللي عقله يوز ويجي عليها؟ ده مين ده اللي يقدر يجي في يوم على مصر؟ ده بيقول ليبرالي، وده بيقول علماني، وده بيقول نصراني، وده بيقول إخواني، وأنا بقول ياني كلنا مصريين. ده بيقول تحريري، وده بيقول إبريلي، وده بيقول حمديني، وده بيقول احميني، وانا بقول على عيني فرقنا يا مصريين، فرقنا يا مصريين. الله، لا عنده لا حلو يعني الإحساس مع جمال الصوت.